السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير والصحه تاعكم لاباس وانتم تشوفوا في هذا الفيديو نهار اليوم راح يكون تكمله تاع الفيديو اللي فاتت، الرحله تاعي لتونس وين رحت كامل والاماكن اللي زرتها. في الفيديو اللي فاتت كنت حكيت عن لوتيل ورأيي الصريح فيه، اللي ما شافش هذيك لا فيديو يروح يشوفها ويدير جامو ابوني باش يوصلوا كل جديد. كيما تعرفوا المونتاج بزاف يتعب، ماذا بكم ما تبخلونيش بجامو ابوني وكومنتار ثاني، وانا عليا ما نبخلكمش بالجديد باذن الله. الوجهه تاعنا في اليوم الثالث في تونس راح تكون مول سوسه، اكبر مول في سوسه. رحنا نزوروه صراحه ماهيش خساره فيه الزياره، اللي زاروا تونس كامل روحوا زوروا هذا المول، سورتو اللي يحبوا يشريوا لي مارك، فيه بزاف لي مارك عالميه مشهوره، تقدري تدوري فيه براحتك، واسع بزاف حوايج، يعني صراحه يستحق الزياره. واللي هنا حبينا نزورو بارك حنبال، اللي بزاف حكاولنا عليه صراحه. هذا البارك تحفه، فيه بزاف العاب ملاح. شوفوا هذه اللعبه حبيت نصورها لكم كيفاش تبدا، ما حبيتش تبدا، الناس اللي لعبتها كامل ندمت. انا صراحه ما ركبتها ما لعبتها ما ندمت، الحمد لله. ودركا راح نديكم معايا لجوهرة الساحل مدينة سوسة. مدينة سوسة مش غير مدينة سياحية، هي مدينة فيها أمبيونس بزاف هايلة على طول العام. البحر والكورنيش كل شيء يعطي طاقة إيجابية، ننصحكم بزيارتها. هاي 500 بنطلون
ولهنا يوم جديد وصباح جديد. حبيت نصوركم شوي البوفي. هنا بعد ما كملوا الناس فطروا خلاص، ما كنتش حابه نصور الناس، حبيت ندير لكم شي مقتطفات باش تديو فكره على الفطور وش فيه. وهنا راني ما قدرتش نصور كلش، قلت لكم غير مقتطفات برك، صورت وش قدرت. واي سؤال في كومنتار انا راح نجاوبكم عليه بكل وضوح وصراحه. وفي هذا اليوم كانت الوجهة السوق نابل. ها السوق بزاف مميزة، فيها حوايج تحفة يا البنات، تحفة. ما شاء الله. بصح الأسعار خيالية، الأسعار جد خيالية، مش كلش غالي. أكيد تقدري تشري حوايج، بصح الحوايج اللي يعجبوني أنا غاليين للأسف. ولاحظت حاجة يا البنات وحبيت نحذركم منها، هي انه كي يشوفوك براني يستغلوك في الاسعار، يزيدولك في السعر. حذري من هذا الناس. ولهنا زرنا ثاني قرطاج لاند، مدينة العاب بزاف كبيرة. اغلبية الناس يزوروها ويقصدوها. روعة صراحة. لهنا ما صورت لكمش كلش، لانه كان نصور كلش راح يجي الفيديو بزاف طويل. المهم صورت لكم شوي باش تديو افكار. تونس بلد مفعمه بالحيويه. بمجرد انكم تقعدوا فيها ايامات راح تحسوا بواحد الطاقه ايجابيه، واحد السرور دخل في قلوبكم ما شاء الله. ثاني كاينه حاجه لفتت انتباهي في بلادهم، واللي هي واحد له لاهي بواحد. ممكن هذا هو الشيء اللي راح يخليك تكوني مرتاحه وآلاس في بلادهم. لحقنا لنهاية الفيديو. نتمنى ما نكونش طولت عليكم. مهم سيت نمد لكم تفاصيل على قد ما نقدر. هذا هو الفيديو الاخير من رحلتي لتونس. اللي ما شافتش الفيديو اللي فات تروح تشوفها باش تستفيد اكثر. نخليكم في امان الله وحفظه، والسلام عليكم.